كتير اختلفت طريقة تحضيره، اللي ضاف نشا واللي ضاف قشطة، بس بتضل الطريقة التقليدية الأصلية هي الأساس والمفضلة عندي. بدي لترين حليب كامل الدسم، بحطن بطنجرة على النار وبخليهم لحتى يغلوا. بنزل عليهم تلتين الكاسة رز مصري مغسول بدون نقع، يعني كل لتر حليب بده تلت الكاسة رز. وبضل بحرك كل شوي لحتى ما يلزق الرز على بعضه ولا يلزق بسفل الطنجرة، وعلى نار هادية لحتى يستوي الرز على الآخر. طبعا النشا اللي بالرز رح يخلي الحليب يتقل شوي. بعدين منضيف السكر، أنا حطيت كوب سكر، والسكر حسب الرغبة كل واحد كيف بحب. وبحرك منيح. بعدين ضفت كإضافة علبة قشطة، بتعطي طعم كتير طيب للرز بحليب وبتقدروا تستغنوا عنه. ضفت معلقة صغيرة سكر مطحون فيها مستكة وزرف فانيليا. بالنسبة للمنكهات كل واحد شو بحب، بتقدروا تحطوا مع زهر أو مع ورد أو ورق عطر اللي بتحبوه. بيتقدم بارد وصحتين وهنا.